السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لجميع المتتبعين والمتتبعات أينما كانوا. اليوم في هذا الفيديو جبت لكم هذه القطعة النقدية المغربية كما كتلاحظوا، يعني فيها زخرفة جميلة رائعة، وهذه من أجمل النقود المغربية. ردوا بالكم، اللي صادفة يعرف قيمتها لأنها شحيحة ومطلوبة عند هواة جمع المسكوكات، والثمن ديالها كيوصل حتى 600 يورو في حالة جيدة هي كي كتسمعوا، ولكن خاص يكون مكتوب فيها كلمة إيساي هذه اللي كتلاحظوا في الشاشة. تبعوا معايا الفيديو باش تقدروا تفرقوا ما بين القطعة العادية المتداولة اللي أصدر منها الملايين واللي موجودة بكثرة والسعر ديالها ما بين 2 حتى 5 يورو، وهذه اللي السعر ديالها كيوصل حتى 600 يورو. اولا هاد جوج القطع النقديه العاديه المتداوله والايساي اصدرت سنه 1924 في عهد السلطان يوسف بن الحسن. التاريخ ما مكتوبش فيهم، ولكن التاريخ كيتعرف بهاد العلامات ديال البرق اللي تحت كلمات فرنك، هذه اللي كتلاحظوا في الشاشه، وبجوج بيهم من المعدن ديال النيكل، وبجوج بيهم مسكت بطريقة الميدالية في خط ميداي، وبجوج بيهم نفس الحجم 27 مليمتر، ولكن كاين اختلاف ما بيناتهم في الوزن، اختلاف بسيط. العادية الوزن ديالها 7.80، اللي فيها كلمة إيساي الوزن ديالها 8.6 غرام، وهذا هو الفرق بيناتهم. غادي نبدا بالقطعة اللي الثمن ديالها وصل حتى 600 يورو، هذه اللي كتلاحظوا في الشاشة. لاحظوا كاين هنا في هذا المكان مكتوب كلمة إيساي، هذه كتعني التجربة. فإلا عندك هذه القطعة هذه ديال 1 فرانك إصدار سنة 1924 اللي فيها علامة ديال البرق ومكتوب فيها هذه الكلمة هذه ديال إيساي، عرف قيمتها. وهذه شحيحة كما ذكرت، يعني قليلة، ماشي موجودة بكثرة في حال اللي تداولت، إنما هذه فهي مطلوبة عند هواة جمع المسكوكات. القطعة الأخرى اللي موجودة بكثرة وتسك منا الملايين، يعني أكثر من 3 المليون نسخة، فهذه ما مكتوبش فيها هذه الكلمات ديال إيساي، ما مكتوباش، ما موجوداش في هذا المكان. هذه يعني السعر ديالها من 2 حتى 5 يورو فقط، يعني لأن القطع النقدية ملي كتكون موجودة بكثرة تسك منها الملايين، يعني تقدر توجدها بسهولة، فهذه كيكون السعر ديالها منخفض. إنما هذه اللي مكتوب فيها كلمة إيساي فهذه قليلة وشحيحة، يعني مطلوبة عند هواة جمع المسكوكات. فردوا بالكم دائما، إلا طاحت في يدك شي قطعة نقدية ابحث فيها وتمعن فيها، ربما تلقى فيها شي حاجة اللي كتميزها واللي كترفع السعر ديالها عند هواة جمع المسكوكات. كنتمنى تستافدوا من هذه المعلومات، وبالتوفيق للجميع. دمتم في رعاية الله وحفظه.